قلت لكم انه الفليفله بعد ما نطحنها ما بنكب مرقتها، بنساوي منها اطيب كاتشب. هلا بنحط مرقه الفليفله على النار، بنحط مع مرقه بندوره، نستنى عليها لحتى تغلي. بدنا ندوب بدنا ندوب 4 معالق نشا كبار. لازم تكون المي باردة. هلا بنحط عليه النشا حتى يصير قوامه تقيل. اهم شي التحريك المستمر. هلا بنحط له معلقة ملح ومعلقة سكر لتعديل النكهة عشان يطلع مثل تبع السوق. شوفوا قديش كثيف وثقيل ما شاء الله. اذا بدكم اياه يضل فترات طويله تحطوه بقطرميزات دغري وهو سخن. لازم اهم شي يكون قطرميزات ضغطها، ما بصير يكون بلاستيك. انا بحتفظ فيه باناني مثل هاي، بيطلع كتير طيب مع البطاطا، مع الشاورما او الفلافل، مع اي شي، مثل تبع السوق تماما. وقت هو بيبرد لحاله بصير بيتقل. جربوه ورح تدعولي. صحتين وهنا. شوفوا ما شاء الله شلون طلع قوام الكاتشب، كتير طيب. هي كلها من مرقة الفليفلة اللي طحناها. يا ريت تكتبوا لنا تعليق حلو. صحة وهنا.